السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بفيديو جديد بحلقة جديدة من نوع مختلف. لو أول مرة تشوف ننزل لك الديسكريبشن، ولو محتوى القناة عجبك ما تنساش تشترك. فيديو النهاردة بيتكلم عن تاريخ المهرجين المظلم. مين هم المهرجين ونشأوا امتى ونشأوا ازاي ونشأوا فين اصلا؟ ده كله هنعرفه النهارده، وكمان هنعرف ليه اصلا اترسخ في عقول الناس ان المهرج ده حاجه مرعبه، وامتى اول الجرائم اللي حصلت للمهرجين. فهات حاجه تاكلها او جهز مشروبك وتعالى ابدا معايا. الانسان دايما من اول ما ظهر كان دايما بيدور على الترفيه، وبيدور ازاي يضحك نفسه او يلاقي حاجه يسلي بيها نفسه. في الحضارات القديمه زي مصر، وايوه مصر، كانوا عندهم ممثلين بيلبسوا اقنعه ويعملوا حركات غريبه ومضحكه في نفس الوقت عشان يسلوا الملك والطبقه العليا. نفس الفكره ظهرت في الصين القديمة لما المهرجين ظهروا في القصور يقدموا عروض غريبة ومضحكة في نفس الوقت. المهرج في البداية ما كانش بس عشان يضحك الناس، ده كان شخص غامض قادر يتحرك بحرية حوالين الناس، وكان بيعمل حاجات محدش يقدر يعملها، زي انه ممكن يسخر من الملوك والنبلاء من غير ما حد يعاقبه، وده خلاه شخصية محبوبة بس فيها رهبة شوية. مع مرور الوقت اوروبا العصور الوسطى ابتكرت شخصية المهرج البلاطي اللي بيمثل المرح والغموض في نفس الوقت. في الكرنفالات والسيركات كل مهرج ليه دور، واحد للاطفال وواحد للكبار، وواحد ممكن يخوف الناس شوية بحركاته الغريبة. ومن هنا بدأت فكرة المهرج المرعب، وبدأت فكرة ان المهرج مش بس للمرح. المسرح الايطالي لعب دور كبير في ده كله. شخصية هارلي كوين كانت مكياجها غريب وحركاتها مزيج بين الرقص والمقالب، والجمهور كان بيحبها بس كان بيخاف شوية لانه مش متوقع الحركات اللي هي بتعملها. الصورة دي انتهت للسيرك الاوروبي والكرنفالات العالمية، وبدأت تتطور لحد القرن ال19 وال20. في القرن ده المهرج بدأ ياخد شكله الكلاسيكي، زي مناخيره اللي لونها حمراء، والمكياج الكتير اللي في وشه ووشه الابيض، والالوان الكتير اللي بيطلع بيها واللي بيبقى لابسها، والمكياج اللي بقى شبه القناع اللي بقى بيخوف الاطفال خصوصا. كده احنا عرفنا فكرة المهرج ظهرت منين وظهرت امتى وفين وازاي. بس لحد دلوقتي الناس ما كانتش بتخاف، هما بس كانوا يعتبر مستغربين من الشخصية الجديدة اللي طلعت حواليهم والحركات الغريبة اللي بتعملها. امال فكرة المهرج المرعب اصلا جت منين؟ جون واين جيسي خلى العالم كله يشوف المهرج بطريقه مختلفه. الشخص اللي المفروض يضحك الاطفال ممكن يكون قاتل حقيقي. بعد اكتشاف الجرائم بتاعته سنه 1978 المجتمع كله اتصدم. الصحف والتلفزيون ووسائل الاعلام وكل حاجه كانت مليانه صور وتحليلات لاسلوب. المراهقين والاهالي بداوا يحذروا بعضهم من اي مهرج غريب حتى لو عادي. كده بقى فعلا اثبتت ان فكره المهرج تبقى مرعبه. طبعا كل حاجه ليها جمهور سواء حلو او وحش. بعد جيسي ظهر جمهور بيحاول بيقلدوه في اسلوبه وفي لبسه وفي الجرائم اللي بيعملها بس على خفيف. كريبي كلاون سايرينج في 2016. المهرجين ظهروا مرة واحدة في أمريكا وأوروبا سنة 2016، المعروفة بكريبي كلاون سايتنج. ظهروا فجأة في الشوارع والغابات بالليل. الأطفال والمراهقين بشكل عام كانوا بيحسوا بقلق وقلة أمان في الشارع. الكبار كمان اتأثروا نفسيا بسبب التناقض بين الشكل والمرح والمظهر المخيف. الشرطة نصحت الأهالي إن هم ما يقربوش من المهرجين دول، والمدارس منعت الطلاب إن هم يخرجوا للحدائق لأن معظم المهرجين كانوا بيبقوا فيها. حتى لو ما كانش فيه جرائم فعلية بس تأثير الرعب النفسي كان كبير جدا. المهرج بيخلق شعور بعدم الامان لانه موجود في مكان مألوف بس بيتصرف بطريقه مش متوقعه. المخ بيعتبر ده تهديد محتمل حتى لو فعليا مفيش تهديد حقيقي. بعد جرائم جيسي وظواهر 2016 المهرج بقى عنصر اساسي في الثقافه الشعبيه، زي بين وايز في روايه اي تي، والافلام المقتبسه منها مستوحاه جزئيه من جيسي. فيلم كيلر كلاون المهرج الفضائي المرعب، وبوزو ذا كلاون، ورغم انه شخصيه كوميديه بعض الحلقات اتعاملت مع عنصر المفاجاه والخوف للاطفال. المهرج بقى شخصيه رعب في الالعاب، وده دليل على استمرار تاثيره النفسي. خلينا نعرف اصلا مين جون وين جيسي اللي بنتكلم عليه ده. اتولد 1994 في شيكاغو. طفولته صعبه مليانه ضرب واهانه من والده. اشتغل سياسي صغير وشارك في نشاطات المجتمع، وكان مشهور بين الجيران، لكن في نفس الوقت قتل 33 شاب ومراهق بين 1972 و 1978. كان بيلبس زي بوجو ذا كلاون في حفلات الاطفال والمناسبات العامه عشان يكسب ثقه الضحايا. اكتشفوا الجرائم بتاعته بعد اختفاء بعض الشباب، والشرطه لقت رائحه غريبه واساس بيتحرك بطريقه غير طبيعيه. بعد الحفر اكتشفوا جثث الضحايا تحت الطابق الارضي. اتحكم عليه بالاعدام سنه 1980 واتعدم سنه 1994. وشخصيه بين وايز في روايه اي تي ماخوذه من جون وين جيسي. وبكده عرفنا اخطر المهرجين وازاي ظهروا امتى وليه اصلا الناس بتخاف من المهرجين. فبس ده كان فيديو النهارده، اتمنى تكونوا استمتعتوا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك وتقول لي رايك في كل حاجه تخص القناه. فبس كده اكون وصلت لنهايه الفيديو. السلام عليكم.